مرحبا بك في الحلقة الثالثة من سلسلة أنت قوة مذهلة. الحلقة اللي فاتت وقفنا عند واحد السؤال: شنو هو هذا الحاجز المرعب اللي كيتسناك في الطريق وبسبب 90% ديال الناس كيستسلموا واخا يكونوا ذكيين وباغي ينجحوا؟ هذا الحاجز اخويا ماشي هو قلة الفلوس وماشي هو البلاد وماشي هو الزهر. هذا الحاجز كاين داخل ديالك، والكاتبة جين سينسيرو كتعطيه سمية وحدة وعميقة: منطقة الراحة المزيفة أو الصراع الهوية القديمة. فاش كتبغي تجمع الوقفة باش تبدل حياتك، راه عقلك الباطن ما كيبقاش يتفرج فيك، كينوض ضدك في حرب طاحنة، حيت ولف الخوف ولف الحاجز، وجات هاد البداية الجديدة غتهدد ليه الاستقرار ديالو. سمعني مزيان وفكر معايا هاد الشفرة. تخيل راسك اليوم قررتي تبدا بيزنس او تعلم لغة جديدة او تقطع عادات سيئة. نهار الاول كتكون محمس ومندافع، ولكن غير كدوز السيمانة الاولى كتبدا تحس بواحد الثقل غريب، كيبدا يجيك واحد العاجز ماشي عادي، وعقلك كيبدا يلوح ليك افكار بحال: واش انت النيت ديال هاد الشيء؟ ايوا الا خسرتي كاع هاد الفلوس خليني دابا حتى الشهر الجاي ونبدا مقاد. واش كيحسب ليك هاد الشيء عادي؟ لا، هذا كيتسمى المقاومه النفسيه. عقلك الباطن كيدير المستحيل باش يرجعك للشخص القديم اللي كيعرف، الشخص اللي جالس في القهوه كيتشكى من الظروف. ويدير لعلمك فاش كتبغي تنجح الهويه القديمه ديالك كتموت باش تصوب هويه جديده ديال انسان ناجح واثق في راسو قادر يدير بيزنس. خاصك من هذا المخاوض العسير. كاتبة كتقول: الخوف الحقيقي ماشي من الفشل، الخوف انك تكتشف شحال انت قوي، تولي عليك مسؤولية تعيش ديك القوة. المشكل اللي عندنا في المجتمع هو اننا كنستسلموا لهذه المقاومة النص ديال الطريق. غير كتبدا الصداع الداخل كنقولوا هذا الشيء ماشي ديالي وكنرجعوا جنب الحيط. الحل الوحيد اللي كتعطي جين هذا الباب هو المواجهة والقبول. خاصك تفهم بلي هذاك الخوف وديك التردد اللي كيجي البداية راه علامة صحية، راه معانا انك غادي في طريق صحيح وكتخرج من منطقة الراحة. فاش يجيك هذاك الصوت ويقول لك حبس بركة راسك وملحي تما نيت فين كاين مفتاح تغيير. دابا انت فهمتي الحاجز وقررتي تواجه وتدوز فوق منه واخا تعيا، لكن غطيح في واحد السير غريب كيتعلق بالمال والوفرة. علاش كاينين الناس كيطحنوا تماره الليل ونهار وفي الاخر كيبقى في بلاصتهم؟ وعلاش الناس اخرين كيديروا مجهود وقليل الفلوس كتدخل عندهم بحال الماء؟ واش الفلوس نيت وسخ الدنيا كنعتقدوا، ولا كاين واحد السر خطير قليل الطرف مخبيه عليك الايام؟ هذا هو الزلزال اللي فكري اللي كنفكروا في الحلقه الرابعه. غنقلبوا كاع المفاهيم اللي كتعرف على الفلوس والرزق. اشترك في القناه، فعل الجرس وخلي لايك، وقول لي في التعليق واش واجد طوره ديال الفلوس. ونتلاقاو في الحلقه الجايه.